تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب الإسلامية مصداقا للآية الكريمة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وتؤكد المملكة المغربية أن هذا القرار لا علاقة له بالجوانب السياسية للأزمة القائمة بين دولة قطر ودول شقيقة أخرى، حيث أن موقف المغرب بشأنها كان موضوع بيان مفصل لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي صدر يومه الأحد 11 يونيو. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مساء اليوم بأبو ظبي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مبعوثا من جلالة الملك. وقد أبلغ السيد ناصر بوريطة ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية رسالة شفوية من أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أكدت المملكة المغربية اليوم أن موقفها من الأزمة القائمة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر وبلدان عربية أخرى من جهة ودولة قطر من جهة أخرى نابع من المبادئ الواضحة التي تنبني عليها السياسة الخارجية للمملكة. بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. أكدت المملكة المغربية أن موقفها من الأزمة القائمة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر وبلدان عربية أخرى من جهة ودولة قطر من جهة أخرى نابع من المبادئ الواضحة التي تنبني عليها السياسة الخارجية للمملكة. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن هذا الموقف يستند أيضا على وشائج الأخوة الصادقة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأشقائه ملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي، وكذا إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع دول المجلس والروابط المتينة القائمة بين الشعب المغربي وشعوب هذه البلدان. وأضاف المصدر الذاته أن هذا الموقف لا يمكن ربطه بأي حال من الأحوال مع مواقف أطراف غير عربية أخرى تحاول استغلال هذه الأزمة لتعزيز تموقعها في المنطقة والمس بالمصالح العليا لهذه الدول. فالمغرب لا يحتاج إلى تقديم دليل أو تأكيد على تضامنه الموصول مع الدول الخليجية الشقيقة انطلاقا من حرب الخليج الأولى ومرورا بدعمه لسيادة الإمارات العربية المتحدة على جذورها الثلاث، ثم قطع علاقاته الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تضامنا مع مملكة البحرين، وأخيرا مشاركته في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن حيث سقط شهداء مغاربة اختلطت دماؤهم بدماء إخوانهم في الخليج. وخلص البلاغ إلى أن الهاجس الرئيسي للمغرب يبقى هو تدعيم الاستقرار في هذه الدول، وليظل مجلس التعاون الخليجي محافظا على مكانته المتميزة كنموذج ناجح للتعاون الإقليمي.